السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ احنا النهارده اهو رايحين اسكندريه. حبيت اخدكم معايا بقى في جوله في اسكندريه كده. احنا كنا رايحين نتابع نكشف ليحيى، يعني نعمل متابعه معاه، وخدت الاولاد بقى معاهم. قلت كده يغيروا جو وكمان كده يعني يعتبر اخرجهم كده. العيله اهو خدتهم معايا في العربيه. احنا كده كنا راكبين في العربيه. يحيى لكم حط لايك اهو. كنا رايحين نعمل لهم متابعه بقى. هوريكم بقى جوله كده. احنا رايحين اسكندريه. بصوا بقى كانوا معاهم مصاصه، بيحبوا المصاصه. بحاول اديهم حاجه كده ايه عشان يصفوا في الطريق. فكده كانوا جايبين مصاصه. هنا بقى كنا طالعين. بعد ما وصلنا ركبنا الترماي، وهنا كنا طلعنا من الترماي يعني. بصوا احنا كنا هنا طلعنا ركبنا الترماي. بعد ما وصلنا بالعربيه ركبنا الترماي، وبعد كده هنا كنا طالعين بقى. كنا هنمشي كده زي شارع كده وبقى مكان الدكتور. هوريكم دلوقتي مكانها وما اوريكم الشارع اللي احنا ماشيينه اهو. انا مش بعرف قوي في اسكندريه. فبصراحه يعني محمد هو اللي بيودينا يعني اهو. هنا كانوا رايحين اهو، كانوا فرحانين يعني. قلت النهارده اخدهم كده كفسحه وتغيير واعيشكم معانا الاجواء دي. ساعات بيبقى الواحد محتاج فسحه الصراحه يعني. كل ما نروح اسكندريه كنا بنروح عشان نكشف على يحيى وكده. المره دي احنا رايحين على نكشف، بس قلت عايزه اغير لهم واحسسهم ايه بمود الخروج، بلاش ايه مود الكشف وكده، لان يحيى كان كل مره بيروح كان بيبقى قلقان وخايف من اشعه او رنين او حاجه زي كده. فهي ده عياده الدكتوره اهي، اسمها دكتوره مروه اهي اهو. بصي عيادتها على البحر كده، عيادتها على البحر على طول. فاحنا كده هنروح بقى نطلع لها بقى نشوف الدكتوره، ونرجع لكم بقى نشوف هنروحوا فين ان شاء الله. اهو اسمها دكتوره مروه سعيد عبد المقصود. ادعوا بقى ليحيى، كل اللي يخش كده يدعي ليحيى ربنا يشفيه ويعافيه ويسلمه من كل شر. هنا بقى كنا رايحين اهو اهو. محمد مستنينا، هنطلعوا بقى للدكتوره ونطلع لكم تاني. هنا بقى بعد ما خلصنا الحمد لله من الدكتوره ركبنا بقى الترماي عشان نرجعوا بقى ونروحوا وناكلوا حاجه كده ونخليهم يغيروا جو كده اهو. ركبنا بقى الترماي ونزلنا هنا بقى. هنروح بقى ناكله بقى عشان كنا جعانين جدا اهو انا ومحمد جوزي. يا من عايزين الزينه. نغير لهم نفسيا. احنا كنا بص اهو عند الترماي اهو. يلا نقول لكم حط لايك. محمد مش لكم المقطع ده عشان محمد جوزي كره بيقعد نفسك ينكد عليهم. يا شقاق. هسيبها يا رب. هسيبها لازم حظك ان انكد عليك. الولاد معاكي والله. بس الله الله الله، كلمي يا احمد. اسمك تعمل اللي انت عايزه ده، سيبك تعمل اللي انت عايزه. هحطها لك على النت ولا. هنا بقى كنا رحنا بقى عمل لهم سندوتشات. عمل لهم سندوتشات شاورما كده. هنا كان بيعمل لها ويحط طحينه كده وحاجات. حبيت اوزرها لكم، بس طبعا احلى حاجه اللي احنا بنعملها في البيت طبعا يعني. بس هو عشان كنا بره وكده فقلت يلا يعني. بس ما بحبس يعني، انا مش بحبذ الاكل بره، بس هو كان اضطراري بقى لان هم كانوا جعانين وانا مش عايزه يعني ايه ازعلهم في اليوم ده. فقلت هعمل لهم اجيب لهم كده ايه شاورما وحاجات من دي. بس انا ما بحبس الاكل بره يعني. هو لولا الظروف وكده ان الواحد كان راح يكشف وكده، وقلت يغيروا جو. فقلت يلا مش مشكله اليوم ده. بس انا مش بشجع الاكل بره يعني. هنا بقى الراجل كان بيحطه كده عشان يسخنه. هوريكم بقى هنقعدوا فين بقى بالاكل ده. دي بقى من احلى الحاجات في اسكندريه اللي احنا هنعملها. اللي احنا هنروح مش الاكل بقى، المكان اللي هنقعد فيه يعني. هما بقى كانوا جعانين وكمان ايه بصوا مستنيين الاكل، فكانوا ايه متعصبين شويه. هنا كان جاب لهم بطاطس نوع كده مش عارفه اسمها ايه يعني. هما حبوا يجربوها فنجيبها لهم مع الاكل كده.
هو بيقلبها كده وبعد كده بقى بيلفها. بصوا احنا جبنا سندوتشات شاورما كده، وجبنا برضو فول وفلافل، عشان احنا بنحب فول وفلافل بتاع اسكندريه، بقى طعمهم حلو الصراحه. هما بيسموها برجر فول وفلافل. حلوه يعني، جربناها برضو. بحب يعني فول وفلافل بتوع اسكندريه، طعمها حلو مع انه سندوتش بيبقى غالي، بس طعمه حلو. رحنا بقى على البحر بقى عشان نقعدوا بقى، يبقى الاكل بقى جميل والمنظر جميل. بصوا بقى كان الجو عامل ازاي، دي كانت بتشتي طبعا، الجو كانت عامله. بصوا، فاهم احلى حاجه بقى ان تقعدي على البحر كده وانت بتاكلي. بصوا دي كانت سندوتشات الفول فلافل، وهنا بقى دي سندوتشات الشاورما اهي اهي اهي. وهنا دي البطاطس اهو، بصوا عامله ازاي البطاطس. بصوا بقى اهو، بصوا بقى الجو كان عامل ازاي. دي كانت هتشتي بقى، بس كان الجو جميل جدا، والاكل على الهوا كده بس كده اهو. بصوا ده عامله ازاي. يحيى بقى كان بيقول لي اقفلي، وانا قلت اوريكم كده الاجواء ومنظر البحر كان جميل قوي اهو اهو. يعني يمكن ان تروح اسكندريه في كشف وكده بحاجه متعبه، بس حبيت اغير لهم الجو ده، وان هم يحسوا بالجو ده. كان بيقول لي يا ماما اقفلي يلا، حبيت احسسكم كده بالاجواء. بيقول لي انا مش هاكل زي ما انت فاتحه. صورت لكم يومنا بقى، انه تقولي ماما اللي بتعمليها احلى. يعني مش بتأيدها قوي الحاجات اللي بره، وانا كمان مش بأيد الحاجات اللي بره اهو. بص وهنا بقى اهو، هقفل بقى معاكم بقى وكده، واوريكم بقى الصور. هوريكم بقى الصور، قفلت معاكم شويه كده، كنا جايبين مخللات كمان. وبعد كده بقى رحنا بقى كده مول كده، قلت بقى اشوف كده اشتري لهم حاجه ولا حاجه، هدوم ولا حاجه. لقيت عامل عروض وكده، خصم كده، قلت اخش فيه. اسمه اليكس تاور. كنت اول مره اخش المكان ده الصراحه. اول ما دخلت لقيتهم عاملين حاجات كده عشان الكريسماس وكده. دخلت وطلعنا بقى السلم ده وانبسطوا جدا. يا دوبك بتكلمني الست بتقول لي برفان، لقيتهم طلعوا قبليه. انبسطوا كده من السلم ده، بقوا قاعدين يلعبوا يطلعوا فيه. بس الصراحه كنت هصور لكم فيه، لقيت الاسعار يعني عاليه جدا جدا جدا. هم عاملين ان هي فيها عروض، بس لقيتها الصراحه اوفر جدا. ما عجبنيش حاجه في الاسعار الصراحه، يعني ما قدرتش اشتري بالاسعار اللي هم عاملينها بعد العروض دي. بصوا هي عندهم حاجات حلوه، بس اسعارها عاليه قوي يعني. يعني تمسكي الحاجه تلاقيها ب 500 جنيه التيشيرت. انتوا عارفين 399 دي الكوفيه. المهم يعني مرضيش اصور لكم، انا حبيت اوريكم كده بمنظر من بره. الصراحه لقيت اسعار عاليه. هي ملابس حلوه بس اسعارها عاليه. طلعنا بقى كده، قلت لهم يلا بقى هنشترك من حته تانية، تعالوا بقى ناخدوا كام صوره كده. بصيت كده على الحاجات اللي فيه، في حاجات عليها عروض، وفي حاجات الصراحه اسعارها عاليه. يعني في حاجات عليها عروض، والحاجه اللي بتعجبني بقيت الاقي سعرها عالي قوي يعني. هنا بقى بصوا هم عجبهم قوي السلم، فقالوا يا ماما مش هتشتري لنا حاجه. هنا بص كان في ازدالات، حتى كنت عايزه اجيب الازدال اللي هو القطيفه ده، ما لقيتهوش. لقيت عندهم ازدال صيفي بس ما نزلوش القطيفه ده اهو. هنا برضو شوزات وكده. المهم بقى طالعين ونازلين كده على السلالم، عايزين يطلعوا اهو. بصوا عايزين بقى، عاجبهم السلم وعايزين يطلعوا ينزلوا عليه. فحبيت يبقى كده كفسحه وتغيير. هوريكم بقى الصور كده اهو. بصوا عايزين يطلعوا يسبقوني. طلعت فوق ما لقيتش فيه اقسام فوق حلوه قوي يعني. هو الاقسام اللي تحت حلوه بس اسعارها عاليه شويه. بس انا كنت بطلع السلم اهو، اللي هو اسمه السلم المتحرك اهو.
بصيت لقيت المحلات اللي فوق مش محلات كتيره قوي، فقلت لهم يلا بينا بقى، يعني ما فيهاش حاجات ياما، كان في قسم اطفال كده بس ما فيهوش يعني حاجات حلوه قوي يعني. رحنا بقى نزلنا، قلت لهم بقى تعالوا هنشربوا حاجه شربنا، قعدنا كده كافيه كده شربنا حاجه، وبعد كده بقى خدتهم بقى صورنا كام صوره وروحنا بقى. بس هوريكم اعملوا ايه على السلم.